بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صلاة تحل بها العقد وتقضى بها الحوائج. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وسعة رزق وصحة وعافية. النهاردة هنتكلم في موضوع بعنوان حط لسانك في بقك واسكت احسن لك. ليه بقى؟ لاني مش منطقي كل حاجة تطلع تشوفها تروح مع اللي بيروحوا، تخوض مع اللي بيخوضوا. سيئات عمالة، عداد السيئات عندنا عمالة يعلى يعلى يعلى. بقى الخوض في أعراض الناس عادي جدا، الكلام على الناس عادي جدا. عايز أنصر فلان فأقوم مبهدل فلان. يا جماعة اتقوا الله في نفسكم. احنا الأول كنا بنتكلم ناس عادية خالص مش متدينة وبنقول لهم يا جماعة بلاش تجيبوا سيرة حد، بلاش ان انتوا تحسوا ان انتوا غيورين على الدين، زي ما قلنا في موضوع وفاء وخلع الحجاب. بلاش غيرتكم على الدين توقعكم في معاصي. نفس الحكاية موضوع الشيخ عبد الله رشدي حفظه الله تعالى وزوجته. مشكلة بين زوج وزوجة. الزوجة صعدت الأمور، ده مش صح خالص. ولو هي اتكلمت على العام وحابين تطلعوا تقولوا لها اتقي الله، ما ينفعش اسرار البيوت تبقى كده، هاتي حكما من اهليه وحكما من اهلك، شوفي حد من اهل العلم قريب من الشيخ، حاولي تلم الموضوع. لا، ما عملتش كده، يبقى انا اطلع بقى اخد في عرضها علشان ادافع عن الشيخ، اتكلم عليها وسن اسناني و من الناحيه التانية ناس اتعاطفوا معاها وشغالين برضو خد برضو في عرضه، مش خد في عرضه في حاجة سيئة، بس كلام عنه خد في العرض يعني نميمة، يعني قصدي يعني غيبة. وشغالين نغتاب هنا ونقاتل هنا وكأنها حرب شعواء. جماعة اهدوا على نفسكم شوية، اسكتوا شوية. كتابتك على الكيبورد انت بتكتب من ورا شاشة، مش معناها ان ده مش في عداد سيئات حضرتك. انا بكلم فئة ملتزمة، المفروض ان هي عارفة الشرع. ده انا لاقيه ناس بيحاكموه، انت ازاي تتجوز بنت اصغر منك ب14 سنة؟ مع اني عادي جدا في حالات حوالينا كتير فرق السن يمكن 14 و15 و16 وبيوت قاعدة مستقرة. ازاي تتجوز واحدة كانت بلوجر؟ ازاي تتجوز واحدة كانت؟ هو انت مين؟ انت مين انت عشان تحاكمه؟ هو انت مين علشان تقوله لا انت اخطأت في كذا وكذا وكذا؟ انت لو شفته في الشارع وقفت تتكلم معاه عمرك ما كنت هتجرؤ ان انت تعدل عليه وعلى حياته بالمنظر دوت. انا بقى مش طالعه افند هي غلطت في ايه وعملت ايه، لاني كتير قوي ردوا على الموضوع دوت. انا طالعه اقول كل واحد يخليه في حاله، بلاش تصعدوا الامور بالمنظر دوت. خليك في نفسك، شوف اللي انت هتقوله دوت هيصلح ولا هيفسد. مقولة التمس لأخيك 70 عذرا هو مش حديث عامة، يعني هو ده من يعني أصدق الأقوال فيه إن هو من قول جعفر بن محمد وغيره من التابعين زي ابن سيرين وغيره، بس هو حقيقي جدا. أنا مش طالعة بدافع عن أماني وأقول دي واحدة سنها صغير وواحدة كانت في حالة مش عارفة مين ولا هي أخطأت وقع عليها ظلم، هي شايفة إن وقع عليها ظلم، كان ممكن ترفع الظلم ده من غير الحاجات الكتير اللي هي حاصلة دي. اقول كده واسكت ولا اطلع بقى افضل اتكلم هنا وهنا؟ يا جماعه اتقوا الله في نفسكم شويه. انا طالعه بقول لكم كده ليه؟ علشان اقول لكم هتتحاسب لوحدك لما تيجي تقف بين ايدين ربنا يوم القيامه. انت اتكلمت عن فلان واتكلمت عن علان، مش هتقولوا لا اصل الناس كلها كانت بتتكلم. ركزوا في حياتكم شويه، ما تخلوش كده الصراعات ديت. حتى لو انت اتفرجت هنا واتفرجت هنا والحاجات بتقابلنا غصب عننا. انا والله ما طلعت سمعتها هي قالت ايه، يعني انا والله لما لقيت الكلام دوت يعني في حياة زوجية انا ما رضيتش اسمع هي قالت ايه. وانت كمان يعني يا ريت انت وانتي وحضرتك علموا ولادكم ارتقوا، خليكوا اسوياء شوية، تمثلوا باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيكم وفي اهلكم وفي اولادكم.
خليكوا بجد والله العظيم ركز في حياتك شوية، واعرف ان اي كومنت انت بتقوله هتتحاسب عليه، هتتحاسب عليه والله العظيم هتتحاسب عليه. بس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.